ازيكم يا احلى مشاهدين؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده اخدكم في جولة في حديقة الحيوان في اسكندرية، ونتفرج عليها بقت عاملة ازاي في 2025. لما تدخل من البوابة الرئيسية بتلاقي المنظر الجميل ده. هتلاقوا الوز الجميل ده بألوانه الرائعة، وهتشوفوا كمان ان هما كلهم نفس الفصيلة. حديقة الحيوان هي افضل مكان للاطفال بيجوا هنا يستمتعوا جدا بيه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الحيوان اللي هنشوفه بعد كده. زي ما انتوا شايفين النعامة الجميلة وشكلها المميز جدا. قدام كل قفص فيه الحارس بتاعه اللي بياخد باله من الحيوانات هنا وكمان بيأكلها. وطبعا الزوار كلهم بييجوا مخصوص علشان يأكلوا الحيوانات الجميلة دي، وبتبقى ممتعة جدا للأطفال، ودايما بيحبوا ياخدوا صور جميلة، صور تذكارية معاهم. نقدر نقول ان النزهة هنا او حديقة الحيوان هي ارخص فسحة بالنسبة للعائلات اللي جاية تقعد وتستجم بالهواء الجميل، والمكان كله جميل ونظيف. وحابة اقول لكم ان تذكرة الدخول هي 5 جنيه فقط للفرد. المكان اللي قدامنا هي جبلية الأسود. لما بتوصلوا بدري في الغالب بتكون الأسود كلها لسه جوه القفص. هنشوفها شوية كده. دلوقتي احنا قدام فصيلة من الجديان المختلفة الجبلية. بنشوف كذا نوع منها وهي جميلة جدا ومسالمة. حتى بتلاقوا القفص بتاعها مش متغلف او مش مقفول تماما، بتقدر ان هي بتخرج بقها وبتناولوها الاكل بتاعها بسهولة جدا. الغزلان او الجديان الجبلية بتتميز بلون عينين جميل جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. وده برضو نوع تاني، لان الفئات اللي هي الغزلان والجديان بيكون ليها فصائل متعددة وفصائل كتيرة جدا وبتعيش في اماكن مختلفة. الحيوانات عامة طبيعتها بتكون مسالمة، وبتقدر تفرق ما بين حد جاي يأكلها او حد جاي يأذيها. فالحالة دي هي ممكن اللي بيأذيها هيعرض نفسه للخطر، لاني محدش عارف رد الفعل بتاع الحيوان هيكون شكله ازاي. ويفضل لما تأكلوا الحيوان يكون الحارس موجود، علشان هما بيكونوا عارفين كل حيوان الأكل بتاعه ايه، لان في بعض الأكلات بتتغير من موسم للتاني. والمعلومات دي بيكون الحراس هما بس اللي عارفينها. وصلنا عند قفص البغبغان. في نوعين من البغبغانات اللي موجود هنا في النزهة. ده اول نوع الجميل اللي الوانه حلوة جدا، الاحمر مع الازرق والاخضر، والبق بتاعه باللون الاسود فشكله جميل قوي. ده بتقدروا تاخدوه تتصوروا بيه احلى صور. الاسد هو ملك الغابة، ما ينفعش تروحوا النزهة من غير ما تشوفوا الاسد. الاسد اخد مكان كبير في النزهة، وهتلاقوا بيت السباع كمان. انا صورته لكم قبل كده في فيديو، تقدروا تشوفوه هنا في القناة. دلوقتي هسمعكم صوت الاسد لما بيكون زعلان بيبقى عامل ازاي. تعالوا اجروا بقى. اسد حمام ولا ايه؟ ده خارج من الحمام. اسمع انا عايزه اتصور، عايزه اسمع. يلا 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 على فكره ده المحبوس. يلا يا جماعه عشان هو بيعمل يمين. عرفتوا ليه سموه ملك الغابة؟ تعالوا نكمل جولتنا دلوقتي وهنتفرج على النزهة الجميلة. حديقة الحيوان في اسكندرية تعتبر تاني أقدم حديقة حيوان في مصر. اتبنت سنة 1952، وبنشوف بقى كل الأشجار الجميلة اللي فيها هي عبارة عن مساحة خضراء كبيرة، وكل النباتات اللي احنا شايفينها من وقت تأسيس الحديقة.
والحديقة اتبنت على مساحة 24 فدان. بتضم هنا بقى كل الحيوانات والطيور والزواحف، وفي متحف للتحنيط خاص بأي حيوان بيموت بيحنطوه. في كمان متحف مخصوص للزواحف، ده جزء لوحده والدخول فيه ب5 جنيه. وكمان في متحف التاريخ الطبيعي، وهنا بيكون المدخل بتاعه زي ما احنا شايفين قدامنا. اللي قدامنا هي الأقفاص الخاصة بالنسانيس والقرود من فصائل مختلفة موجودة على مساحة كبيرة، وجنبيها على طول بنلاقي جبلاية القرود. نشوفها مع بعض شوية كده. قدامنا كمان في فيس بينتنج، أي حد بيحب يعمل رسم على الوش أو تاتو بيلاقيه برضو موجود هنا. المكان آمن جدا للأطفال، وبيحسوا بيه بسعادة كبيرة في إنهم يأكلوا الحيوانات أو يتصوروا معاهم، أو كمان يجيبوا الكورة بتاعتهم ويلعبوا هنا. المكان هنا آمن جدا، مفهوش عربيات بتدخل أو عجل. المساحة زي ما احنا شايفين جميلة جدا وكبيرة، بتقدروا تلعبوا فيها بكل حرية. قدامنا في نوع مختلف من البغبغانات، وده لونه جميل جدا، أصفر مع لبني. تقدروا تدخلوا كمان جوه القفص وتتصوروا معاهم. وصلنا عند الطاووس، واللي بيحب الطاووس بيقدر هنا يدخل القفص بتاعه ويتمشى معاه، وطبعا التصوير هنا متاح. تقدروا تتفرجوا على الطاووس من قريب وتستمتعوا بجماله وتتصوروا معاه صور جميلة. تقدروا كمان تمسكوه، الحارس بيبقى معاكوا وبيقولكوا تتصوروا ازاي. وبالنسبة للأطفال بتحب تدخل المكان ده، وتقدروا كمان تأكلوهم. الطاووس فيه مواسم بياكل فيها الخس، ومواسم تانية بياكل فيها السوداني، وحاليا في الشتاء هو بياكل الخس. اللي شايفينه بيمشي جنب الطاووس ده نوع من أنواع الفراخ. وصلنا هنا عند جبلية القرود، المكان المميز جدا في النزهة. بنتفرج بقى على القرود وشقاوتهم، وجنبيها على طول بنلاقي في ملاهي كبيرة. الملاهي دي فيها مراجيح مختلفة، وده منظر عام للملاهي من بره، هتلاقوها على طول جنب الجبلية. هنرجع دلوقتي عند جبلية القرود. شايفين بقى هنا في كمية كبيرة من القرود، غير طبعا اللي بيكونوا موجودين جوه الأقفاص. في كذا قرد هنا واقف مستني أي حد يرميله أي أكل. بيكونوا منتظرين الزوار يجوا عشان بيرملهم هنا الأكل بتاعهم، زي السوداني أو الموز. من الحيوانات المسلية جدا وانت بتتفرج عليها، في أنواع مختلفة من القرود، وفي فصائل مختلفة بتبقى موجودة جوه الأقفاص. بس اللي قدامنا دي القرود كلها من فصيلة واحدة، وهم أعمارهم مختلفة. شايفين بقى البيبي ده اللي هو بيتحرك، ده صغير خالص. دلوقتي الناس بتحدف له السوداني زي ما انتوا شايفين، بيحاول يقشره وياكله. وادي القرد الكبير بيبص فوق على الناس وبيتفرج عليهم، وبيشوف حد هيحدف له حاجة تاني ولا لأ، ومندمج في الأكل بتاعه. يعني القرود هنا مسلية جدا جدا للأطفال والكبار، وأي حد بيجي هنا بيستمتع جدا. والقرود فعلا من الحيوانات الذكية جدا. جوه الملاهي نفسها مش بتحتاجوا ان انتوا تشتروا تيكت اضافية علشان تدخلوا، لكن مجرد ما بتدخلوا بتتفرجوا على المراجيح اللي هناك، وبتختاروا اي مرجيحة انتوا عايزينها.
سواء للكبار او للاطفال. الاسعار هنا ما بين 15 جنيه لعبة الاطفال، والساعة اللي قدامنا دي ب30 جنيه للفرد. هتلاقوا كمان بيت الرعب ده لأي حد بيحب بقى المغامرات. النزهة هنا جميلة لان انتوا بتقدروا تخشوا كذا مكان في مكان واحد. اسعار الملاهي ما بين الاطفال 15 جنيه والكبار 30 جنيه. في قدامنا لعبة النشان بتلعبوا ب20 جنيه وبتاخدوا جايزة في الاخر. بحيرة البجع وجمالها، كلها محاطة بأشجار قديمة جدا. تقدروا تاخدوا هنا في صور حلوة قوي. وفي كمان الفلامينجو اللي بيقف على رجل واحدة. وهنا بنلاقي منطقة فرس النهر والسيد قشطة. وبعد شوية هنشوف كمان كلب البحر. الجزء ده فيه بعض الحيوانات المفترسة. قدامنا الضبع، وده بياكل لحمة. اي حيوان هتلاقوه بياكل اللحمة هيكون من الحيوانات المفترسة زي الاسد. وزي ما انتوا شايفين اي حيوان بيكون واقف عند القفص بتاعه الحارس وتقدروا تأكلوه. حد عايز بس الكاميرا بس لا انت هاتي معايا. كلب البحر، وده ما كانش موجود بقاله كذا سنة. لكن دلوقتي جابوا واحد جديد مكانه. بيعيش هنا في المية دي، وشايفين الزحليقة دي بتاعته بيقدر ينط عليها وبيعمل هنا عروض حلوة قوي. ويقدر يلعب كمان بالكورة على حسب ما يكون الحارس مدربه. وبيبقى شكله في المية زي السمكة بالظبط. وهو دلوقتي منتظر الحارس بتاعه يجيب له الأكل. واخر حاجة هنشوفها هي الخيل اللي معروف باسم السيسي، ومكانه مميز. اول ما بتدخلوا عند البوابة بتلاقوه، ودايما الاطفال بيحبوا يركبوا عليه ويتمشوا وياخدوا معاه الصور. وده سعره 5 جنيه. كلنا واحنا صغيرين جينا النزهة وكان لينا ارتباط مثلا او ذكرى معينة بحيوان معين. اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتس وقولولي ايه اكتر حيوان كنتوا بتحبوا تيجوا النزهة وتشوفوه. ودلوقتي زي ما احنا شفنا النزهة كبيرة قوي، لكن مفتقدين وجود الفيل والزرافة. كانوا برضو من الحيوانات المهمة في النزهة، فنتمنى ان هم يجوا قريب لان دول مش موجودين في مصر كلها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروا حلقات تانية كتيرة في أماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.